السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان حلقة الليلة: لا تغضب. هو حديث واحد يختصر كل علم النفس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كرر الرجل طلبه وكان الجواب نفسه: لا تغضب لا تغضب. حديث قصير لكنه يحمل فهما عميقا للنفس البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تشعر بالغضب، فالغضب شعور إنساني طبيعي، لكنه قال لا تغضب، أي لا تتخذ قرارك وأنت غاضب، ولا تسمح للغضب أن يقودك، لأن أخطر القرارات في حياة الإنسان أحبتي هي تلك التي تتخذ في لحظة الغضب. كم من زوج قال كلمة الطلاق في لحظة انفعال ثم ندم باقي عمره. كم من أب كسر قلب ولده بكلمة قاسية قالها له وهو غاضب، وبقي أثر تلك الكلمة في نفس الطفل سنين طويلة. كم من صديق قطع علاقة بقرار سريع ثم اكتشف أن الغضب كان أعمى وأن الحقيقة كانت مختلفة. كم من إنسان استقال من عمله أو تشاجر مع مديره أو خسر رزقه لأنه لم ينتظر حتى يهدأ. كم وكم وكم. علم النفس اليوم يقول إن العقل أثناء الغضب لا يعمل بكامل وعيه، وإن الجزء المسؤول عن الحكمة يتراجع أمام الانفعال، وهذا ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، فلم يتركنا دون علاج. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع أو ليسكت في مرات أخرى. بمعنى أن تغيير الوضعية أحبتي يكسر حدة الانفعال. ثم إن الغضب من الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان ويطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فالماء تطفئ النار الخارجية والداخلية. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. فالسكوت والصمت أحبتي ليس ضعفا، بل حماية للنفس من قرارات خاطئة متسرعة. علم النفس اليوم يسمي هذه الظاهرة بإدارة الغضب والتحكم الانفعالي، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا بكلمات بسيطة لكنها عميقة: لا تغضب. ليس القوي من يغلب الناس، ولكن القوي من يسيطر على نفسه، من يملك نفسه عند الغضب. فإذا شعرت بالغضب فتوقف، لا تتكلم، لا تقرر، لا تحكم، انتظر حتى تهدأ النفس، لأن القرار الهادئ يحفظ كرامتك وعلاقاتك وحياتك. هذا هو علم النفس، ولكن بنور النبوة. فكونوا أحبتي من الذين يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.